يقول فضيلة الشيخ: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين؟ فهل يجوز لهم؟ يقول: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعل؟ نعم. هذه تحتاج إلى قاعدة. إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير. إذا دخل معه فالواجب عليه أن يتم الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولم يفصل: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام 4، قال: تلك هي السنة. فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام أن يتم الصلاة. لكن أحيانا يأتي في المطار يجد أناسا يصلون لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، لو كان معهم من أول الصلاة عرف الموضوع. يقال ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنب وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر. وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظف المطار، وموظف المطار لهم لباس خاص، فهنا ينوي إيش؟ عجيب، ينوي إتمام، لأن الظاهر أنه يتم فيعمل بالظاهر. فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج. نعم. هذا يصلي المغرب. نعم. يصلي المغرب وهم ما صلوا العشاء. خلوا سؤال مستقل لأن جوابي مستقل. يقول: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعلوا؟ نعم. الواجب عليهم إذا دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء، الواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا في الرابعة. ويحتمل أن يقال إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة، لأن الإمام يصلي صلاة ليست رباعية، يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب. لكن الأفضل أن يتابعوه، وإذا سلم أتوا بالرابعة.